هزيمة الزمالك من البنك الأهلي في كأس الرابطة 3-0. الزمالك مش جديد عليه موضوع 3-0 من الأهلي، 3-0 من فاركو، 3-0 والنهارده من البنك الأهلي في كأس الرابطة 3-0. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ريت في بداية الفيديو تصلي على النبي، ولو مش مشترك في القناة تنزل اشترك دلوقتي حالا وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة. وما تنساش اللايك والشير للفيديو. النهارده في المباراة 3 أهداف في 7 دقايق. أنت متخيل البنك الأهلي بيلعب الزمالك اللي هو احد انديه القمه، وثلاث اهداف يجيبهم البنك الاهلي في نادي الزمالك في 7 دقايق؟ الهدف الثالث ده اللي مسخره. عبد الله جمعه يحرز هدف الثالث في نفسه، هدف ذاتي. ايه يا عم عبد الله جمعه، احنا نصدق سياده المستشار على اللي كان بيقولوا عليك انت واحمد فتوح ولا ايه؟ هو الصنف كان مضروب ولا ايه يا كابتن عبد الله؟ ده محمد عواد ده الجون بتاعكم، انت فاكره حارس البنك الاهلي ولا ايه؟ والله ما عارف. النهارده في المباراه جماهير نادي الزمالك هتفت هتاف كده حلو قوي، بقول لك فلوس مضروبه ولعيبه كسر. في النهايه موسم صفر. الزمالك خرج السنه دي يعتبر من الموسم صفري. هو ما بقالوش الا بطوله الدوري، وهو حاليا في المركز الخامس، الله يعينه وياخد حتى مركز يأهله دوري ابطال او كونفدراليه. صدقني انا مش بحفل على الزمالك، انا وصلت لمرحله ان انا بقيت مشفق عليه من اللي هو فيه. الزمالك حاليا بيمر بأسوأ مراحل مر عليها طول تاريخه، أصعب من العشرية السوداء اللي هم عمالين يتكلموا عليها. هم دايما كانوا بيقول لك الزمالك أسوأ 10 سنين فيه العشرية السوداء، وي وي وي. طب مين اللي جاب الصفقات دي؟ طب مين اللي جاب فيريرا؟ فيريرا خد دوري وكاس. الزمالك أول ما مستواه نزل مع فيريرا كان المفروض يتم إقالة فيريرا. لا، فيريرا مشي، وبعد كده أسامة نبيه مسك ماتش، وبعد كده فيريرا رجع تاني. طب مين اللي مسؤول على الكلام ده؟ مين اللي هيحاسب الناس دي؟ للاسف مفيش حد هيحاسبهم. كابتن طارق يحيى النهارده بيقول لك حسبي الله ونعم الوكيل فيكم كلعيبه. في 7 دقايق يخش 3 اهداف. ده احنا لو بنلعب ريال مدريد او برشلونه مش هيخش فينا الثلاث اهداف دول في 7 دقايق. يا كابتن طارق، يا كابتن طارق، انت هتلاعب ريال مدريد او برشلونه فين؟ مع احترامي ليك يعني. طب المنظر ده وعدم هقول لك ايه، وعدم التخطيط واللامبالاه اللي انتوا فيها دي، وشغل سياده المستشار ومش عارف مين وامير عمل ايه. منتظرين؟ انتوا فاكرين ان انتوا هتروحوا كاس عالم للانديه مثلا؟ لا طبعا يا كابتن طارق. عارف ليه يا كابتن طارق؟ لان المفروض في منظومه تدير نادي الزمالك او نادي الاهلي او اي نادي ليه جماهيريه، تديره بنظام محدد. مفيش حاجه اسمها رئيس النادي اهم من النادي، مفيش حاجه اسمها الكلام ده. انت عشان تنجح اهم حاجه يبقى فيه تخطيط ولعيبه قادره تشيل تيشيرت نادي الزمالك او نادي الاهلي. وده اللي دايما بنقوله. انا ما بنتقدش نادي الزمالك ولا بنتقد حد. انا بقول، انا دايما كنت قلتها لحضرتك، طول ما الزمالك وحش انا زعلان. ليه؟ لان مش هحس ان فيه منافسه. انا كنادي اهلي عايز الزمالك يبقى قوي عشان لما افوز عليه احس ان فيه منافسه، احس ان الاهلي والزمالك فعلا قطبي الكره المصريه. انما الزمالك واقع، انا افرح ليه ان الزمالك واقع؟ صدقني ده شيء يحزنني. بما ان بقى يا كابتن طارق، انت في تصريح قلته ليك وعملت لك ليه فيديو قبل كده، قلت كاس الرابطه زيها زي دوري ابطال افريقيا. وانت النهارده كنت بتلعب البنك الاهلي الجزائري مثلا ولا البنك الاهلي التونسي؟ يا كابتن طارق اوعى يكون تصريحك ده وصل للعيبه يا كابتن طارق. اهو شكله وصل يا كابتن طارق، عشان كده اتغلبتوا 3 يا كابتن طارق. يا كابتن طارق بطل فتي. مستشار مرتضى منصور النهارده خرج من السجن، وبيقول لك ايه؟ اول ما خرج في فيديو ليه منتشر يقول لك يا محمود يا خطيب، اوعى تكون فاكر ان انت اللي حبستني. امال مين اللي حبسك يا سياده المستشار؟ امال انت واخد شهر بتهمه ايه؟ سب وقذف محمود الخطيب. حاجه غريبه قوي يا سياده المستشار. انت بتجيب الكلام ده منين يا سياده المستشار؟ طالع بقول لك انا دخلت من السجن وخرجت من السجن راجل، و... ولا اتنازلت عن قضيه كهرباء ولا اعتذرت للخطيب ولا اتنازلت عن قضيه قرن، قصه نادي القرن. انت لسه في قصه نادي القرن، انت لسه عايش في المؤامره دي. وكهرباء ايه؟ ده كهرباء فلوسه هتدفع لك في الحساب اللي حاجز عليه ممدوح عباس اللي متسجل في الفيفا. فوق بقى يا سياده المستشار من الغيبوبه دي، عشان الزمالك فعلا دخل في مرحلة أسوأ من العشرية السوداء. وده اللي كنت دايما بقوله لك. يا ريت ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة. السلام عليكم ورحمة الله.